الموظف المصري ده قطاع خاص او قطاع عام او اي مكان في البلد هو بيشتغل فيه. اي حد بيشتغل في البلد في اي مجال. الموظف فيه شريحة كبيرة جدا، فيهم ناس كويسة، بس فيه شريحة اكبر بكتير، ودي شريحة ممكن اقول لك او اوصفه ده موظف هليلي. الموظف الهليلي بالنسبة لي ان هو راح الشغل او ما راح الشغل ده ملوش وجود، مفيش انتاجية بيعملها، هو مش رايح عشان فيه هدف. الموظف بيروح الشغل عشان يشتغل، عشان يجد، عشان يبقى عنده التزام. قلنا في شريحة الموظف الكويس او الموظف اللي عنده ضمير، اللي هو بيجد وبيتعب وبيعرق وبيشتغل وعارف الواجبات والحقوق اللي ليه، وعارف الواجبات والحقوق اللي بيقدمها للناس. وبالذات الموظف الخدمي او الموظف اللي بيعمل وظيفة خدمية. الموظف بيبقى رايح الصبح، صدقوني انا، لان انا راجل موظف واشتغلت وشفت شرح كتير من الناس ومن الموظفين. في موظف يبقى جاي عنده هدف، ان هو عنده خطوات هيشتغل عليها النهارده، هو عارف هو جاي يعمل ايه، جاي ينجز ايه، جاي يشتغل شغل الناس، جاي يقدر المكان اللي هو فيه، لانه لو قدر المكان اللي هو فيه المكان اللي هو فيه هيقدره. مش شرط القيمه الماديه اللي بياخدها، قيمه ماديه كبيره، قيمه ماديه صغيره، انت ارتضيت انك تاخد القيمه دي، فانت ارتضيت تشتغل الوظيفه دي وارتضيت ان انت تاخد الفلوس دي، يبقى لازم قدامها تعمل انتاجيه. لازم تحلل القرش ده، لان القرش ده في الاخر وفي الاول انت بتاخده تصرفه على بيتك، على اولادك. فلو انت تعبت وشقيت في الفلوس دي، صدقني الربحيه في الاخر هتبقى كويسه، ولادك هيطلعوا ناس كويسه، هيطلعوا متربيين، ربنا هيبارك لك في القرش اللي بتاخده. فالنهارده الموظف المصري لازم يشتغل، لازم يجد. احنا في وضع البلد محتاجه كل واحد يشتغل، محتاجه كل واحد يجد، يبقى يشتغل على شغله، ينمي نفسه، ينمي قدراته. انما للاسف الموظف الهلالي اللي انا بتكلم عليه ده، الموظف ده اكتر واحد هو عاوز، اكتر واحد باصص لزمايله، اكتر واحد عاوز ياخد بوزيشن، وعاوز ياخد فلوس، وعاوز ياخد اضافي، وعاوز ياخد حوافز، وعاوز. وللاسف هو ما اداش اي حاجه عشان في المقابل ياخد الحاجات دي كلها. بجانب كمان ان في موظفين في الدوله، في موظفات في وظائف خدميه داخل البلد، اذا كان في القطاع الخاص او غيره، هو الراجل فاتح الدرج. فاتح الدرج يعني ما بيمشيش حاجه الا ما بياخد فلوس، بيفتح الدرج، درج المكتب، عشان ياخد. والله موظف كبير صغير بيفتح الدرج، كل واحد بيفتح الدرج على حسب مقدرته. واحد بيفتح عشان جنيه، واحد بيفتح عشان مليون جنيه. فالنهارده لو كل موظف قعد مع نفسه وقال لك انا عندي ضمير ولا ما عنديش ضمير، وحكم ضميره في نفسه، هيبدأ يشتغل على نفسه. بلدك محتاجه لك، بلدك محتاجه انك تقف جنبها في الظروف اللي هي فيها. ما يبقاش في ناس شغاله عشان بلدها وفي ناس تانية واقفه تتفرج. وما جيش تقول لي اصل البلد مش حلوه، البلد مش عارف ايه، البلد مش عارف ايه. لا، البلد تبقى حلوه لو احنا كلنا اشتغلنا، لو احنا كلنا اديناها حقها، لو احنا كلنا راعينا البلد وراعينا شغلنا وراعينا اكل عيشنا نشتغل. ما ينفعش المواطن يخش عليك وانت بتتكلم في التليفون وبتضيع وقتك، وبتتكلم في البيت وبتتكلم زمايلك وبتتكلم وهفطر وهاكل وهشرب وهعمل وهصلي. محدش قالك ما تاكلش، ومحدش قالك ما تشربش، ومحدش قالك ما تصليش. بس في حقوق ناس بتخش عليك عاوزه شغلها، عاوزه الحاجات اللي عاوزينها تخلص. فالنهارده يا جماعه لازم نحكم ضميرنا في عملنا. الموظف المصري، الموظف المصري، الموظف المصري، لازم تفوق لنفسك، لازم تشتغل على نفسك. عندك قدرات ضعيفة فنية في شغلك، خد كورسات، شوف زمايلك، خد خبرات من اللي قبليك، اتعلم منهم، دوس على نفسك، اشتغل على نفسك عشان تجد وتتعب، عشان تبقى حاجة. لما تبقى حاجة ولادك هيبصولك بمنظر وبصورة كويسة. والدنا راجل مجتهد، راجل عنده ضمير، عنده تحدي ان هو يبقى شيء كويس. وصدقني في الاخر هتبقى كويس لو اشتغلت وبقى عندك ضمير وعندك جدية وعندك التزام. الالتزام، الانضباط، انك تشتغل على نفسك. اوعى تطلع على حساب غيرك. وما دايما ما تبصش اللي حواليك، بص لنفسك، انت رقم واحد. انت ضعيف في ايه؟ وقوي نفسك، قوي نفسك. واللي يقوي نفسه ويشتغل صدقني هيبقى حاجة كويسة، وفي الاخر بلده هتبقى حاجة كويسة. شكرا.